يسعد لي أوقاتكم متابعيني بفيديو جديد. الفيديو اليوم رح يكون عبارة عن رسالة لليوم. بس قبل ما أبلش، الرسالة قوية وعن جد وجعت لي قلبي، بس بنفس الوقت في أمل وطاقة حلوة يعني بحياتكم بالفترة الجاية. اسمعوني منيح. خلونا نشوف. خلينا نوطي الصوت شوي. حسيته عالي. شو الطاقة اللي بتقلك برسالة اليوم؟ الكرت الأول ال Eight of Pentacles. هيدا الكرت بتقول إنك بالفترة الأخيرة كنت عم تبذل جهد جبار، يعني عم تشتغل على حالك، ناطف قلبك لتعمل شي جديد بأمورك بحياتك، يعني عم تحس حالك مكانك راوح، عندك هيك شغف واستعداد إنك حابب تعمل شي جديد بحياتك، يعني تقلب على حياتك قلب. عم تحاول ترمم قصة بحياتك، سواء بالشغل أو بالدراسة أو حتى ممكن بعلاقة، يعني عم تحط طاقتك وكل طاقتك وكل تركيزك أو مانك مقصر. بس وين المفاجأة؟ طلع لك كرت التاور. هالكرت يعني ما بيطلع عن عبس، يعني هالكرتين مع بعض، انه وقت اللي بيطلع كرت التاور البرج مع الايت اوف انتكاس، يعني الكرت البرج مع كل هالتعب والشغل، معناه انه في هزة قوية، يعني في هزة قوية جاية بالطريق. وفي شيء انت باني عليه امل ومتمسك فيه وكتير يعني هيك، هذا الشيء اللي انت متمسك فيه بقوة رح يتغير، يعني رح يتغير فجأة فجأة وبشكل مانك متوقعه ابدا. ليش فجأة الموسيقى كتير طلعت عالي؟ اكتبوا لي بالتعليقات إذا عم تكون الموسيقى عم تطلع أكتر من الحكي وما أنا واضح يعني. بس هيك أنا بحط موسيقى مشان تتحرك الطاقة. يعني هذا الشي اللي أنت متمسك فيه رح يتغير فجأة، يعني بشكل أنت ما رح تتوقعه أبدا كمان يعني في شي آه يعني ممكن هذا الشي ممكن يكون طريقة تفكير قديمة عم يطلب منك إنك لازم تتخلى عنه، او حتى ممكن مشروع جديد، مشروع انت ماسكه وعم تحفر فيه بالصخر ويلا نازل في شغل شغل شغل، ما يعني هو اساسا ما نو لإلك، في شيء انت متمسك فيه ما نو لإلك ونازل فيه شغل ومركز كل طاقتك فيه وكل حياتك موقفة على هذا الشيء بجزئين، ممكن شغل، ممكن مشروع، ممكن علاقة، ممكن طريقة تفكير قديمة انت متمسك فيها، بس هي ما لك ولا بتشبهك، يعني والكرت طلع لك ليقول لك خلص وقف. لازم بقى تهضم كل شيء ولا تقدر ترجع ينفتح باب جديد وطاقة جديدة لإلك، أو حتى ممكن صدمة تجيك، صدمة صغيرة تخليك تصحصح وتكتشف إنك عم تضيع وقتك في المكان الغلط يعني. ملاحظة، يعني هالانهيار اللي بيعمله كارت البرج ما له شر، بالعكس أبدا يعني صح هذا الانهيار ممكن يصير انهيار معك بس ما له شر لإلك، بالعكس يعني هو عم يهد الأساسات الخربانة، يعني عم يهد كل شي خربان بحياتك انت باني عليه مفكره أساس صح لحياتك لقدام. برج هذا التاور البرج الكرت اللي طلع معنا رح يهده ورح يخليكم ترجعوا تبنوا على أساس نظيف، يعني التعب اللي تعبتوه بالكرت الأول ما رح يضيع، بالعكس رح يتوجه للمكان الصح بعد هالتغيير. يعني الخلاصة يا جماعة، لا تخافوا من التغيير المفاجئ، يعني إذا صار أو إذا صار بهاليومين اعتبروا إشارة من رب العالمين إنه لا ترجعوا ترتبوا أموركم وأوراقكم وتعرفوا من وين الاتجاه الصح اللي بيناسبكم، يعني حتى تحطوا الجهد بالمكان الصح، ما بقى تضيعوا طاقتكم بمكان خلص عفى الزمن عليه مثل ما بيقولوا. يعني الطاقة صح فيها كان أول، يعني أول شي
فيها تعب وشغل، يعني حتى ليكوا الكارت كيف شكله. يعني هو طالع أصلا بيشرح الرسالة منه فيها بالصورة، يعني إنه رغم التعب والشغل اللي أنت مريت فيه، برج التاور إجا ليعطيك إنه لا، إهدام وكسر كل شيء ما بقى يخدمك لحتى تجيك طاقة جديدة وتفتح باب جديد بحياتك، ويكون بيناسبك أكتر من الأول. يعني لا بقى تحفر ببير ما فيه مي، غير مكان البير. حفر هون، حفرت وما طلع لك مي، غير حط، رجع احفر بمكان تاني، لأنه رح يطلع لك المي بإذن رب العالمين. يعني رب العالمين ما بينسى حدا، وأكيد بيعطينا عقد ما بنستاهل وعقد ما من نحن بنعطي بمحبة وبعطاء بدون منية أو شيء، فرب العالمين أكيد بيكافئنا. فهي الرسالة كانت لإلكم اليوم. شاركوني بالتعليقات إذا حسيتوا حالكم عم تبنوا بمكان مو لإلكم، وعم تحطوا طاقتكم بمكان ما صح، ومين منكم حس بتغييرات مفاجئة هالأيام. وبتمنى ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وشير، وتبعتوا لرفقاتكم يلي بحاجة يسمعوا هي الرسالة. يعني إذا سمعت أنت هي الرسالة وحسيت إنه في شخص بحاجتها، ابعتوا له إياها، وأكيد له رسالة منا يعني. بشوفكم بطاقة جديدة وبيوم جديد، بأمان الله.